احباب مهارات منزلي وذبيه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خواتاتي معايا فيديو جديد، وصفه جديده، وصفه محمر اللوبيا الخضراء راه حاضر معنا. وصفه نعتمدوها احنا الغرب في جميع المناسبات، الاعراس، النجاحات وغيرها. كما تقدروا ديروها بالغنمي، ديروها تاني بالدجاج. الوصفه كامله غادي نشوفها مع بعض في الفيديو. قبل ما نبداو ان شاء الله، فضلا وليس امرا، ضغطوا على زر لايك، خلوا تعليق محفز وبارطاجوا الوصفه للاحباب تاعكم. على بركه الله نبدو. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خواتي تشوفوا غادي نتكلموا على اللوبيا، من بعد نروحوا للمحمر بالخف. اللوبيا كي تشروها من المارشي ولا من الحانوت غادي تغسلوها بماء العادي الحنفية مع بعض قطرات الخل، ومن بعد تنحوا لها هذوك القرون من الجهتين. ولا كانت اللوبيا طويلة بالبزاف غتقسموها على زوج، ولا كانت قصيرة شوية خلوها كيما راهي، ما تفتوش اللوبيا. حطوها في إناء، شوية ملح، هنايا ملحوا اللوبيا تاعكم. من بعد ندير الماء، نشعل الغاز ونحط اللوبيا تاعي فوق الغاز. خلوها طيب نص طياب، ما طيبوهاش كامل، خلوها نص طياب لخاطر غادي نعاودو نردوها في المحمر. كي طيب نص طياب ديروها في الصفايه تقطر ولا كسكاس وخلوها على جهه. نحضروا المحمر تاعنا. عندي هنا طنجره الضغط، بغيتو تستعملوا طنجره الضغط، بغيتو تستعملوا الطنجره العاديه، الا ان نعرفوا اللحم الغنمي غادي يدي وقت، يعني وحده دير حسابها. عندي هنا طرف تاع اللحم، رانا عاد في ايام عيد الاضحى المبارك. عندي واحد 2 كيلو ورطل هكا تاع اللحم غنمي، كنت غسلته بعض قطرات من الخل. وهنايا خليته على جهه، وغادي نحط ليدام. هنا غادي ندير ملعقه كبيره تاع زبده ولا مارغرين. المحمر ما نطيبوهش بالزيت، سواء محمر الزيتون، محمر البرقوق، محمر هنا تاع نابورت محمر، نديروه بالمارغرين ولا بالزبده. نحط عليها حبه بصل قطعتها قطع صغيره بزاف بالاشواغ ولا غير بالسكين. وهنايا عندي واحد 6 ولا 7 سنينات تاع توم، اللوبيا الخضراء تبغي التوم. من بعد نحط هذوك الاطراف تاع اللحم، ونحط هذه الكيكوطه ولا الطنجره ونحطها على الغاز. نخلي هذا اللحم يعني نغطي عليها ونخليه يتقلى مليح مليح. كي نحس باللي هذاك اللحم بدا يحمر من تحت، يدي لون كما راكم تشوفوها وين نقلبتها قدامكم، قلبت هذه الاجزاء. قلبوها وعاودوا تاني حمروه. كي نحس باللي اللحم بدا يحمر ويطلق هذاك الماء تاعه، هنا زيد التوابل. شوفوا المحمر ما فيش توابل بزاف، وكل محمر والتوابل تاعه. هنا شنو غادي نزيد هنايا؟ عندي هنايا فلفل اسود، وعندي الملح، فلفله حمراء ولا بابريكا، وعندي رشه صغيره تاع الزعفران، وعندي الكركم اللي مازال يعني كان الزوج روح يشري وراني دروك نصور. من بعد غادي نزيده. هادو هما التوابل اللي غادي ديروهم، ما تزيدوا حتى توابل. كل محمر، يعني محمر تاع الجلبان عنده التوابل تاعه. مثلا الجلبان نزيدوا القرفه بصح ما نديروش الثوم. المحمر تاع الزيتون نديروا مثلا سكنجبير بصح ما نديروش الثوم وما نديروش القرفه. كل محمر والتوابل تاعه. اذا هنايا شوفوا غادي المرق. شوفوا الماء وين حطيت، شوفوا وين حطيت الماء، نوريكم بالملعقه هنايا. مامبا ما غطاليش اللحم، مامبا ما غطيتش اللحم. راني دايره عند الارتفاع، النص تاع الارتفاع تاع اللحم. هذه طنجره الضغط ما غاديش تدي لي وقت بزاف، غادي تدي واحد هذا اللحم او واحد 40 دقيقه، ويكون اللحم تاعي طايب واجد. وثاني المرق ما ينشفش في هذا النوع تاع الطنجره. كل وحده يعني كل اخت تعرف الطنجره تاعها، لا تنشف لذاك البويون ولا ما تنشفش. هنايا غادي نخليه يغلي. من بعد نبلع الكوكو تاعي حتى اللي يطيب خلاص، حتى اللي نحس باللي هذاك اللحم طاب. كي ندير نعرفه طاب، شوفوا كاين واحد الاسيس كي الريحه تاع اللحم تبقى تدور في الدار ولا في الكوزينه، عرفوا اللحم تاعكم راه طايب. شوفوا غادي نفتح، شوفوا هنا البويون ولا المرق وين راه واصل. غادي هنايا نتوشي بالسكين. اللحم تاعي راه طايب زبده كيما راكم تشوفوا. واللوبيانه تاعي اللي هاونه العظم راه يطير وحده، راه ينخص وحده. هنا اللوبيا كانت طايبه، كنت دايرتها في الصفايه تقطر. هي من المفروض نحي اللحم. شوفوا نحي اللحم عاد ونحط اللوبيا ماشي مشكل. حطيت اللوبيا نحي اللحم تاعي. دوك من بعد نقول لكم هذاك اللحم وين غادي نديره. من بعد هذا اللوبيا شوفوا لي فقط المرق قداش. ناكد لكم على ان المحمر يجي البويون تاعه عاقد، يجي خاطر ما يجيش خفيف. وهنايا الكركم اللي كنت تكلمت عليه راني زدته دروك، يعطي طبعا بنه ويعطي لون. ومن بعد غلقوا على الطنجره تاع الضغط تاعكم واحد 10 مينوت ولا ماكسيموم. هنايا اللحم تاعي درته في ان بلا.
من بعد راني زدته واحد، دهنته مليح بالزبده. الفور تاعي راه حامي ودخله في الفور يتحمر. اللوبيا تاعي ها هي طابت، واللحم تاعي ها هو تحمر مليح. شوفوا كان عندي اطراف واحده اخرى هنا راه عندي الضياف يعني حطيت ووريتكم، راني نوريكم غير طبسي. درت زوج طباسه عندي نوريكم غير طبسي. اللحم ها هو هنا ما شاء الله محمر. شوفوا الفرق كبير من تحطوا اللحم يعني غير في المرق، وكي تخرجوه من المرق تعاودوا تحمروه، هذيك البنه تاع الشواء تبقى فيه. وسيرتو كاين اللي عندهم استيوس تاع هذاك يديروا ديك الجمره وهذاك الزيت في بابي الومنيوم يعطيه ريحه الشواء، تعطي بنه شابه. غادي نوريكم هنا. شوفوا المرق كي راه عاقد وخاطر، المرق ما يكونش بزاف المحمر. نتوما تزينوها كيما بغيتو، كان اللي يزيد لي فخيت فوقها، كان اللي كل واحد وكيفاش. لكن يعني الطبق الكلاس اللي هو تاع الهمه المحمر، اللحم مع لوبيا خضراء. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الطبق عجبكم. جربوه نتوما تاني اللي ما موالفينش يطيبوا المحمر في ولايات واحده اخرى، جربوه وتفرحوا به ان شاء الله وتنجحوا فيه نتوما تاني، خاصه كي يكون اللحم ديجا كاين كيما عيد الاضحى المبارك. شوفوا اللحم كي يجي معسل، هذاك الجيلاتين هذيك التعسيله، واللحم راه طايب زبده. الطبسي هذا لابد ناكلوه مع المطلوع. بصحتكم اخوتاتي، وما تنسونيش بلايكاتكم، والسلام عليكم الى الملتقى.